اوكي، قبل ما نبدا الفيديو في حاجه صغيره لازم انوه عليها، وهي ان مش جاي احقر من كارير التيمت وورير ولا اقول عليه انه مصارع فاشل والجو ده. فانا قلت انوه قبل ما اخش في الفيديو عشان ما تفهمش غلط. انا جاي بس افكر معاك بصوت عالي، هل التيمت وورير فعلا اسطوره؟ هل التيمت وورير فعلا بيعرف يصارع وبيلعب على الحلبه كويس؟ هل هو مصارع محترف بجد ولا كان مجرد مشروع فاشل من مشاريع فينس ماكمان وانه للاسف ما عرفش يبقى نجم لغايه اخر لحظه؟ فده اللي هنتكلم عنه في فيديو النهارده. بس قبل ما نبدا الفيديو كنت حابب اقول لكم على خبر مهم جدا، وهي اننا هنعمل قناه فيتنس بتتكلم عن الرياضه وعن نزولك الجيم وعن مواضيع كتيره في المجال ده. بس مش انا اللي هقدمه، واحد ذو خبره هو اللي هيقدمه، واحد عنده معرفه بالمجال ده. فانت شوف وجرب، ولو عجبك الفيديوهات من النوع ده استمتع، بس اتاكد ان انت مشترك في القناه ومفعل زرار الجرس، لان اول فيديو هينزل في القناه دي هي يوم الاحد. فاشترك في القناه ويلا بينا نكمل. يوم 16 يونيو 1959 اتولد جيمس براين هولوي. كان عايش في مدينة انديانا مع اخواته اللي كانوا اكبر منه في السن، ولما كان عنده 12 سنة ابوه ساب العيلة كلها ومشي، مما ادى ذلك بانه اتولد عنده عقدة. وفي الفترة دي ما كانش يلاقي نفسه، طبيعي شخص مراهق ما كانش عارف المفروض يعمل ايه او ايه موهبته او ايه الحاجة اللي هو نفسه يعملها، هو مش عارف. وقدر يلتحق بجامعة في ولاية انديانا، ومن هنا بدأ حبه الكبير لرياضة كمال الاجسام. وفي الفترة دي فعلا كان جسمه مهيأ بانه يخش العالم ده، وانه عنده جينات حلوه ظهرت عنده من وهو 11 سنه. ولكن في المرحله الجامعيه بدا يخش في المجال بشكل جدي، وخلاص بدا كل تركيزه ناحيه المجال ده، وشارك في مسابقات كتيره جدا متعلقه بكمال الاجسام لغايه لما كسب في مسابقه سنة 84 وبقى مستر جورجيا، عاملة زي مستر اولمبيا بس فرع جورجيا كده. واللي انت ما تعرفوش بان التيمت وورير بشكله المرعب ده بعضلاته المفتولة اللي شبه الوحوش دي كان خجول، والله، وكان انطوائي وقافل على نفسه. بس ده ما منعش بانه يتعرف على واحد احنا كلنا عارفينه كويس، وهو ستيف بوردن. ايوه، ستينج. وفي سنة 85 جيمس أدرك بأن رياضة كمال الأجسام هتكلفه فلوس كتيرة واهتمام ليل نهار على الجسم بتاعه، وطبعا كل ده محتاج فلوس ومكلف جدا. أي واحد فيكم عارف رياضة كمال الأجسام هيعرف أنا بقول إيه كويس. حرفيا ممكن تلاقي رياضي بايع اللي وراه واللي قدامه بس عشان داخل بطولة. وطبعا جيمس كان حالته صعبة، هو وعيلته ومراته، ما هو اتجوز، فقال إن هو ينتقل أو يعمل شيفت كارير لمجال تاني. وجيمس كان بيفكر بإنه يكون معالج لتقويم العمود الفقري، في مهنه زي كده عندهم، لغايه لما سمع عن حاجه اسمها البرو ريسلينج واقتنع بيها. وستينج كانت في البدايه ما كانش عاجبه الفكره، لانه شايف ان المصارعه عباره عن تهريج، عباره عن فيك في فيك وخلاص، بس المدرب هيعمل نمره عليه. ولو انت ما شفتش الحوار ده ممكن تشوف الفيديو بتاع ستينك المظلوم، عملت عنه فيديو من 6 شهور تقريبا، ممكن تروح تتفرج عليه. يخشوا المجال وللاسف ما يلاقوش الحاجات اللي هم مستنيينها، وهم فاكرين ان احنا لمجرد اننا نبقى مصارعين خلاص بقى الفلوس بقى تترمى علينا ونبقى الترايبل تشيف في نفسينا. لا لا خالص، هيتصدموا بالواقع، والفلوس اللي بيطلع لهم في المصارعه ما يكفيش ان هم يجيبوا لنفسهم عيش حاف. وفي فتره الثمانينات الجمهور كان لسه حابب انه يشوفوا الناس بقى اللي عندهم عضلات بقى والفيزيك والجو ده، فكانوا البروموتر بيجيبوهم عشان الغرض ده، ان هم يوروا لهم عضلاتهم بقى في الماتشات. مش مهم الاداء، المهم ان هم يعملوا استعراض لعضلاتهم بس. وعضلات التيمت وورير كان بارز عن ستينك، وهو في الحقيقه يتفوق على ستينك في النقطه دي بصراحه، لغايه لما ينتقلوا لاتحاد تاني في اوكلاهاما ويشكلوا فريق بلاد رانرز، واللي كان اشكالهم عامل زي اشكال الرود ووريرز كده. ومع ذلك الفريق كان ناجح، بس زي ما قلت لك المصارعه ما كانش بياكل عيش، لدرجه ان قبل كده ستينك حكى بان هو والتيمت وورير كانوا بيروحوا اي سوبر ماركت عشان يسرقوا الاكل اللي فيه ويمشوا من كتر ما حالتهم ضنك. لغايه لما بعديها بسنه هما الاثنين انشقوا عن بعض وكل واحد مشي في خط لوحده. المهم جيمس غير الستايل بتاعه وشكله وسمى نفسه دينج وورير، وبسبب شكله والرسوم اللي بيحطها على وشه خلى الجمهور وقتها يشوفوه بانه بيبي فيس، والاطفال في الفتره دي كانوا بيحبوه. ومن ضمن الماتشات المهمه اللي خاضها في الاتحاد ده كان ريك رود وبوب برادلي. وفي فبراير سنه 87 يقدر دينج وورير بانه يكسب بطوله تكساس للوزن التقيل. وكان في معلومه كده على السريع قبل ما اكمل كلامي، وهو ان التيمت وورير دخل في تاج تيم مع لانس فونيريك، وده اللي لمع نجم التيمت وورير واتشهر جدا بين الناس، وده اللي خلى فينس ماكمان فكر في نفس السنه بانه يضم المصارع ده معاه ويبتدي شابتر جديد من حياه جيمس، من مصارع بيحاول يدور على فرصه وانه يتكفل
بحياته الى حد ما لاعلى هرم النجوميه والشهره، وانه طبعا هيجذب جمهور اكتر لاتحاده، وده بسبب بان هولك هوجن خلاص راحت عليه. وده بجد فينس ماكمان كان بيفكر كده، وكان محتاج مصارع ضروري ياخد مكان هولك هوجن ويبقى وجهه الشركه الجديد. بس الكلام ده هنوصل له بعدين. فينس ماكمان وقع مع جيمس، بس قبل ما يدخله في العروض الاساسيه حب يجربه الاول. دخله في عروض كده منزليه على قدها عشان يشوف هل هو متفاعل مع الجمهور ولا مش متفاعل. وفينس يتفاجئ بان الجمهور كان متفاعل معاه طول الماتش، وده اللي طمن فينس وقال بس هو ده النجم اللي انا بفكر فيه. واللي انت ما تعرفوش بان فينس ماكمان غير اسمه من يانج وورير لالتيميت وورير، وزود الالوان على وشه. يعني هو في الاتحاد اللي فات ما كانش الالوان اوفر قوي كده، وشعره بقى اكثف، وتحركاته بقت مبالغه فيها وكرتونيه. فيمكن عشان كده الجمهور حبه وتفاعل معاه، لان بالنسبه لهم الشخصيه كانت جديده. من الشخصيه الغريبه اللي وشه مليان الوان ده، فالجمهور اتعلق بيه. فده اللي خلى بعد كده فينس يفكر في انه يدخله في ماتش في راسل مانيا 4 ضد واحد اسمه هيراكل تقريبا. والماتش ما بينهم كان استعراضي بس الناس حبتها، اللي هو تمام يعني ما فيهاش حاجه، والماتش ما كانش اساسي يعني في العرض. بس كل ده فينس ماكمان بيمهد للناس على ظهور النجم الجديد بتاعهم. نيجي على سامر سلام سنه 88. هونكي تونج مان كان في الحلبه، ويقال بانه هو اكثر واحد حامل لقب الانتركونتيننتال في الفتره دي، لغايه لما التيميت وورير يخش عليه ويبدا الماتش من هنا واحده كروز لاين ويعمل له الفينش بتاعه ويعد 1 2 3. كسب التيميت وورير باول لقب يكسبه في الدبليو دبليو اف، ودي كانت اول مره في مسيرته، يعني اللي هو اول ظهور ليه الديبيوت حرفيا. السلام عليكم انا هاخد اللقب ده وماشي. هو ده حرفيا اللي حصل. الماتش حرفيا ما كملش الدقيقه، ولحظه فوز التيميت وورير بالحزام الجمهور انفجر، اللي هو ايه وبتاع، والناس كانت فرحانه بصراحه، وكل المؤشرات بتقول ان هو هيبقى نجم الشركه الجاي. بس فينس ماكمان ما حبش يتسرع، وقال ياخد وقته ويتأنى مع نفسه، لان هولك هوجن نجم كبير برضه وليه شعبيه وما انتهاش قوي يعني، فعشان كده خلاه في مكانه. بس كان كل تركيزه على التيميت وورير وعلى بنائه ليه وعلى ازاي هيبنيه للاحداث الرئيسيه. ودخل وقتها في ماتش تاني مع ريك رود على لقب الانتركونتيننتال، وكان هو الشخص اللي فضل في السرفايفر سيريز. وفي راس المنيا 5 لعب مع ريك رود، بس بحيله بسيطه كده عرفوا يكسبوا عليه بالغش. ولكن في عرض السمر سلام عرف التيميت وورير بانه يرجع اللقب تاني ليه. فطبعا شخص زي كده يستاهل بانه يبقى نجم، ويستاهل كمان يبقى اسطوره، مش كده؟ بس للاسف في معلومه كان لازم تعرفها عن التيميت وورير، وهو انه للاسف مش امن على الحلبه. بكل اختصار متهور، ممكن يصيب المصارع اللي بيلعب قصاده عادي، لدرجه ان قبل كده كان بيلعب مع اندري ذا جاينت في عرض محلي يعني، واندري كان بيقول له خف عليا شويه، يعني انت مثلا لما بتنزل ما تنزلش بتقلك عليا، ومع ذلك ما سمعوش لغايه لما اندري ذا جاينت عمل الحركه دي عليه. يعني انا بطني وجعتني لمجرد اني بتفرج بس على الحركه. جيمس كان غشيم يعني. المهم نيجي على الرويال رامبل سنه 1990. الجمهور هنا انقسم لاثنين، فريق مع هولك هوجن وان هم عاوزينه يبقى بطل الشركه، والنص التاني مع التيميت وورير وانه لازم ياخد لحظته، لغايه لما نيجي على راسل مانيا 6. وفينس كان ذكي بصراحه بانه يسوق للماتش ده بان ماتش بين فيسز، مين اللي هيكسب. الموضوع ده فكرني بماتش جون سينا ضد ذا روك اللي انا عملت عنها حلقه ممكن تتفرج عليها في اللايف فوق، ان احنا ازاي وقتها ما كناش مركزين على الاداء على قد ما احنا مركزين على النتيجه، مين اللي هيكسب ما بينهم. المهم تنتهي الماتش بفوز التيميت وورير بعد 24 دقيقه من الماتش، وهفهمك حوار الدقايق ده بعدين. المهم عرف يكسب على هولك هوجن بشكل نظيف لاول مره. بس كان في تفصيله صغيره، وهو ان هولك هوجن ظهر بانه مسكين، بان هو يا عيني يا حرام هو البطل، خلى الناس تتعاطف معاه. في اللحظه دي خلت الاضواء على هوجن اكتر من التيميت وورير اللي كسب. الحوار ده فكرني بماتش جون سينا والروك برضه، لما جون سينا قعد على الارض وقعد يبص على الروك كده، مش عارف ليه ملمسه معايا الحوار ده، ممكن عشان نفس الفكره، مش عارف، ممكن تكتبوا لي تحت في التعليقات. ومع ان وورير كان معاه الحزام، بس للاسف فترته مع الحزام لان هولك هوجن دايما حاشر مناخيره معاه، منتظر بانه يطلع القمه تاني، وانه ما يديش اي فرصه للالتيميت وورير بانه يفضل في القمه كتير. وده اللي خلى هوجن مكروه من بعض المصارعين، بل من بعض الجمهور كمان. ممكن نبقى نعمل حلقه عنه، هولك هوجن محبوب ولا مكروه من جمهور المصارعه. للاسف فترته مع الحزام كانت فتره ممله، محدش فاكر منها حاجه. وفينس ماكمان اتصدم بصراحه من ناس كانت مهتميه بالتيميت وورير وان هم عاوزينه يبقى بطل، لناس قلت اهتمامهم بيه واحده واحده. وفي الفتره دي لعب مع مستر بيرفكت ومليون دولار مان اللي هو تيد بياسي، ومين يا ترى؟ ريك رود برضه. مش يمكن عشان هو اللي بيشيله في الحلبه، وان وورير على قد كده اداؤه في الحلبه متواضع، وانه محتاج ناس تسنده في الحلبه. ممكن ينتهي فتره وورير مع الحزام الدبليو دبليو اف. المشكله مش في هنا، المشكله بانه طلع بشكل ضعيف، بس مع ذلك فضل نجم، وعمره ما نزل الميد كارت في الفتره دي. دخل التيميت وورير في عداوه مع راندي سافيج، وده اكتر ماتش انا فاكرها الالتيميت وورير، ومش لوحدي.
جمهور المصارعه كله فاكر الماتش ده الالتيميت وورير، لان الماتش ببساطه كان حلو لغايه لما يفوز التيميت وورير على راندي سافيج في راسلمانيا. المهم يخش في فتره في عداوه مضحكه مع ذا اندرتيكر. تشوفوا يا جماعه العداوه السينماتيك اللي حصل، هتلاقوا الحاجه موجوده على اليوتيوب، ممكن تروح تشوفوه، بس الموضوع مضحك جدا. وللاسف وورير كان تمثيله تحت الزيرو. جيكس سنيك كان بيساعده في الاول، بس بعد كده نقل على فريق اندرتيكر وبقوا مع بعض تاج تيم. وكان في معلومه كده على جنب بان التيميت وورير كان هيلاعب جيكس سنيك في ماتش فردي، وروبرتس كان في طريقه بانه يفوز باللقب على التيميت وورير. فهولك هوجن يسكت؟ لا ما يسكتش، فيخش مع وورير في تاج تيم عشان يتصدوا لفريق الوحشين دول، فريق اندرتيكر وجيكس سنيك، ويتحدد ماتش ما بينهم فعلا في السمر سلام. ولكن كان في موضوع كده وحوار كنت حابب احكيها لكم كده حصلت خلف الكواليس. التيميت وورير ما كانش مبسوط خالص من وجوده في الشركه، وده بسبب انه حس انه مهدور حقه، وان واحد زي هوجن بياخد فلوس وبيقبض مبالغ. على الناحيه الثانيه وورير كان بيكسب عادي زي اي مصارع بيكسب، فشاف ان ده مش حقه، وانه حقه اكبر من كده بكتير. انا راسي بقت براس هولك هوجن، اللي هو انتوا عاوزين ايه؟ انا لازم ترفعوني في الفلوس شويه. وللاسف معظم المصادر الاجنبيه بتتكلم على اساس ان وورير ده واحد حرامي مثلا بياخد حاجه مش حقه. طلع ان في عقد ما بينهم لماتش قبل السمر سلام وكان حقه فيها. فهو لما عرف كده راح لمكمان وقال له انا عاوز الفلوس اللي هي بتاعت السمر سلام، والفلوس اللي انت كلتها عليا. مش فاكر والله كانت في ماتش ايه، في ماتش راسلمانيا او في ماتش ايه بالظبط، ممكن ابقى اتاكد واقول لكم. فهو وورير ما كانش طالب غير حقه. ففينس مكمان عشان مش سالك من جوه قال له يا عم عينيا ومفيش مشكله وانت تؤمر وانت حبيبي ومش عارفه ايه وبتاع، لغايه لما جه عرض السمر سلام ولعب الماتش وكله تمام وهم كسبوا، ويتفاجئ بعد كده بانه اتسرح من الشركه. شفت الوسائل؟ لا شفت الوسائل؟ يعني انت مش كفايه انك حرامي، يعني انت اكلت عليه حقه مرتين، جاي تخبط له الخبطه دي. وكره مكمان اللي اتولدت لورير ما كانش لوحده، بل في مصارعين كانوا بيكرهوا وورير بسبب اسلوب الغير امن على الحلبه. وثم كمان طلب من مكمان بانه ياخد اوضه كامله في الفندق اللي هم قاعدين فيه، باعتبار بانه نجم وانه ما بيحبش يتكلم مع المصارعين كتير ومش متصاحب مع حد. فده اللي خلاه بين المصارعين مكروه شويه وشايفينه ان هو شايف نفسه. بس احب اقول لك ان ده مش الحقيقه. ستينج قبل كده اتكلم في مقابله وقال ان وورير انطوائي وهو ما بيحبش يختلط مع الناس. ستينج تقريبا اتصاحب عليه بالعافيه، وفي دي هو عنده حق، وايد ستينج بصراحه، لانه اولا صاحبه وعارف عنه كل حاجه، وثانيا بان الكلام ده بيحصل لي انا شخصيا. ناس كتيره اتعاملت معايا وكانوا بيشوفوني ان انا مغرور او ان انا شايف نفسي متكبر، بس الناس القريبين مني عارفين ان انا مش كده، وان انا مش متكبر، وان انا مش مغرور. انا شخص انطوائي ما بحبش اتكلم مع الناس ممكن تيجي تتكلم معايا، بس انا ما بعرفش اتكلم او ما بعرفش اتصاحب على ناس والجو ده. فانا اكتر واحد حاسس بورير. انا بس اتضايقت من المصادر اللي بتتكلم كانها ان وورير ده شخص شرير جدا وان هو مغرور وشايف نفسه والجو ده. من وجهة نظري انا شايفه اغلب من الغلب. المهم نيجي على سنة 92 والاوضاع اتحسنت بينهم هما الاتنين. وورير رجع الشركه تاني. وورير كان جسمه مش احسن حاجه، وكمان في الفتره دي فينس اتلط في موضوع الاسترويد وانه بيدي المصارعين جرعات زياده والجو ده، بس واحد من موظفينه شالها وهو طلع منها زي الشعره من العجين. المهم فترته التانيه ما كانتش احسن حاجه، بان قله خبرته على الحلبه وانه للاسف مش مصارع محترف. دخل في عداوه مع بابا شانجو ما كملتش كتير، ودخل كمان في عداوه مع ماتشومان، ويقدر راندي سافيج بانه يكسب على التيميت وورير. وفي الفتره دي كانت مترتبه بانه ياخد حزام الانتركونتيننتال عشان يلعب مع جيكس سنيك روبرتس، جيكس سنيك يكسب الحزام منه اللي هي الخطه الاولانيه. وكان في طريقهم بانه يعملوا كده فعلا، بس للاسف التيميت وورير اتمسك بمنشطات. وللاسف في الوقت ده الموضوع كان حرج وخطير جدا. ده مكمان كان خارج من قضيه كانت هتجيب رقبته بعجوبه، فانت تيجي تتمسك لي بمنشطات؟ لا انا ماليش دعوه بيك. فللاسف ادى الى ذلك بخروجه من الشركه للمره الثانيه. المهم قعد 4 سنين شبه متقاعد، بس فتح مدرسه مصارعه وبدا يشتغل عليها، وكان ساعات بيشارك في عروض مستقله، وكمان عمل كتاب فكاهي بعنوان وورير، حاجه كده عامله زي انه يكمل القصه بتاعت التيميت وورير يعني. المهم نيجي على سنه 96 وفينس مكمان يدي فرصه ثالثه لالتيميت وورير بانه يرجع للاتحاد تاني، وبالفعل يرجع للاتحاد في لقطه مشهوره جدا بانه يهجم على تريبل اتش ويخلص الماتش تقريبا في دقيقه زي ما حصل مع هونكي تونج مان برضه. بس اللقطه دي عملت قلق عشان ده تريبل اتش برضه، يعني انتوا فاهمين، ده يعتبر ده رئيس الاتحاد دلوقتي. وفي الفتره دي كان بيحاول باقصى جهده بانه يرجع اهتمام الجمهور تاني ليه، وفعلا
وفعلا في الفتره دي كان مجتهد، بس للاسف الجمهور اتغير واهتماماته اتغيرت، والجمهور اللي في الاول كان بيحب هولك هوجن دلوقتي ما بقوش يحبوه وشايفين ان هو راجل جده راحت عليه، وبقوا مركزين وعينيهم على واحد زي شون مايكلز، زي بريت هارت، زي ستيف اوستن، جيل تاني جديد هيركب على الاتحاد بعد كده. فللاسف التيمت وورير وقته فات، والجمهور للاسف ما شافوش ان هو الشخص المحارب الجامد البطل القومي، ما شافوش الشكل ده، لا شافوا مجرد مصارع عادي عامل لابس حاجات كده وخلاص. فاهتمام الجمهور ليه قل. المهم يلعب في الفترة دي مع اون هارت وجيري ذا كينج لورر، وللاسف مكمان كان بيتعامل معاه بحذر عشان ما يحصلش نفس النمرة اللي حصلت معاه في السمر سلام، وما بقاش هو البطل الاول في الشركة. ففينس مكمان كان بيطلب منه بانه يمضي على ضمانات بانه هيحضر مثلا العرض الفلاني قبل العرض ده يعني بكتير، عشان بس ايه يعني يدبسه في الحوار وانه ما يتهربش مثلا او ما يحضرش العرض والجو ده. مكمان ما كانش واثق فيه في الفترة دي، بس وورير رفض لانه كان حزين على ابوه اللي كان لسه متوفى، فهو كان حالته النفسيه صعبه يعني. هوب الاختلاف ما بينهم زاد، هوب دبل كيك، وورير مشي للمره الثالثه في الدبليو دبليو اف، ولكن المره دي هتبقى بلا رجعه، ومن هنا مسيره وورير انتهت في اللحظه دي. المهم يختفي سنتين ويرجع للمصارعة تاني في سنة 98، ولكن مش مع الدبليو دبليو اف، ولكن يرجع مع الدبليو سي دبليو، واللي في الفترة دي اشتريتها وارنر براذرز، وايه بقى شغالين عليها جامد جدا. وبص الدبليو سي دبليو ايه بقى هتحط على الدبليو دبليو اف، وفعلا عروضهم كانت متفوقة بكتير على عروض الدبليو دبليو اف في الفترة دي، والناس اللي كانت موجودة في الدبليو دبليو اف راحوا كلهم مع الدبليو سي دبليو. كان في هجرة جماعية في الفترة دي، وللأسف فترته مع الدبليو سي دبليو ما كانتش أحسن حاجة، لأنه دخل في عداوة مع هوليوود هوجن وقدموا أسوأ ماتش مصارعة في التاريخ، وده مش كلامي، ده كلام الجمهور والنقاد ذات نفسهم. وقصة العداوة ما بينهم كانت تافهة ومضحكة بصراحة. وورير قبل كده اتكلم في مقابلة وقال ان هو كان عارف بان الماتش والعداوة نفسها هتطلع وحشة. المهم الفترة بتاعته ما كانتش فترة حلوة بصراحة، ودخل بقى مع الان دبليو او وتحول شخصيته للابيض واسود. الفترة يعني كانت ايه، مفيش حاجة مميزة ممكن نقول عليها بان ده انجاز عمله في الدبليو سي دبليو او حاجة، مفيش حاجه. فزي ما دخل زي ما خرج منها، مفيش اي انجاز عمل. المهم مع انتهاء الدبليو سي دبليو سنه 2000 يبعد وورير عن المصارعه خالص، ولكن المره دي هيقعد قرب ال 14 سنه ما بيلعبش مصارعه. هو خلاص اعتزل لحد السنين، وورير يبقى عنده زوجه واولاد. وللاسف في سنه 2005 الدبليو دبليو اي تنتج فيلم وثائقي بيتكلم فيه عن ازاي التيمت وورير كان شخص عبيط وان هو مصارع فاشل ومالوش فيها والجو ده بجد على فكره. فيلم كله من اوله لاخره تخبيط في التيمت وورير، وكانوا عاوزين يعملوا الحركه دي مع بريت هارت بس ما عرفوش. ولو عاوز تعرف تفصيل عن الموضوع ده ممكن تشوف في الفيديو اللي انا عملته عن بريت هارت وانت تعرف كل حاجه. وفي سنه 2008 يلعب مصارعه للمره الاخيره، ولكن مش بشكله المعتاد، ولكن بشكل تاني. حسينا بعدد السنين اللي عادة من غير مصارعه، وكان بيواجه واحد اسمه ارنولد جوردن حاجه زي كده، وده طبعا بعد الفيديو السف اللي عملتها الدبليو دبليو عليه. المهم يكسب في الماتش ده وياخد اللقب، ولكن يتكلم على المايك ويقول ان انا هستغنى عن اللقب ده وهتخلى عنه، لان هو يعني عاوز يلعب مصارعه بس مش اكتر. وهنا بصراحه صعب عليا قوي ازاي الشخص ده من واحد عالي جدا وراسه كان براس هولك هوجن حرفيا، لانه يوصل للمرحله دي وان الدبليو دبليو تسف عليه وانه يحصل كل ده. المهم نتفاجئ كلنا في سنه 2014 بظهور التيمت وورير للعبتهم الجديده WWE 2K14، وفي نفس السنه يخش قاعه المشاهير. ومن هنا حسينا ان هو على الاقل خد جزء من حقه. هو ما كانش المؤدي الجامد وما كانش المصارع الهايل يعني، بس الشخص ده اتظلم كتير، حتى لو كان باين في الظاهر بان هو مغرور، بس ما كانش يستاهل كل اللي يحصل له من بعد ما خرج. وفي يوم 7 ابريل في نفس السنه سنة 2014 يظهر في عرض الرو للمرة الأخيرة. لا مش في إنه يظهر في المرة الأخيرة لعرض الرو، لا يظهر في العموم، يظهر في الحياة عموما، لأنه ده كان آخر ظهور لأولتيمت وورير. وكان بيتكلم بقد إيه بإنه هيفضل خالد في الذاكرة، وإن الجمهور عمره ما هينسى وورير، الشخص اللي متعهم لسنين، اللي كانوا بيرفصوا من كتر الفرحة لما بيجي يكسب، الشخص المحبوب من الأطفال واللي اتربوا عليه. وسبحان الله من بعد العرض ده يرحل عننا أولتيمت وورير بعد سنين من النجاح والفشل. والنصيحة اللي قالها وورير للجمهور قبل ما يموت بانك ما ينفعش انك تستسلم، ما فيش وقت انك تستسلم ولا تتزعزع على اي ظروف كانت، وانك لازم تعيش في الحياة دي بشجاعة، وخليك دايما عندك ايمان وقوة ومصابرة على انك تعدي الصعب، واي ظروف وحشة تقابلك ممكن تمنعك عن انك تحقق حلم. ودي كانت اخر كلمات يقولها وورير. التيمت وورير ما كانش مصارع حلو، خلونا صريحين يا جماعة، ولا عمره كان مودي جامد، بس على الاقل لازم نديله حق.
ونديله التقدير اللي يستحق. مع ان مسيرته في الدبليو دبليو اف كانت فضيحه ومشاكل للركب مع فينس ماكمان اللي ان محدش هينساه وهيفضل دايما مذكور في اذهان الناس. في لعبه 2K24 اللي هي الجديده اللي لسه نازله حاطين ماتش التيمت وورير مع راندي سافيج في راس المنيا 7، فهيفضل رمز وعلامه للعصر الذهبي للدبليو دبليو اف. وبس كده، لو عجبك الفيديو اعمل لايك، ولو انت لسه مش مشترك اشترك معايا في القناه، اكتب لي تحت في التعليقات هل انت بتحب التيمت وورير ولا لا. وشكرا جدا جدا ليكم على المتابعه، سلام عليكم.